تماما. البرنامج يوشك على الانتهاء، البرنامج على الانتهاء. والجواب الثاني، الثاني مسألة النصب الخفيف موجود في كثير من أهل السنة. النصب الخفيف الذي يأتي بحمق وغفلة، يقرؤون مثلا إذا اتبعوا ابن تيمية عندي ناصبي ما يحتاج. فمن آمن بجميع ما كتبه ابن تيمية في الفتنة وغيرها، لا شك عندي أن فيه نصب بغفلة، كلمة فيه نصب، فيه انحراف عن الإمام علي، غير أنه ناصبي ومتعمد. ابن تيمية عندي متعمد، أما غيره يقلد. البخاري كان منحرفا عن أهل البيت، توفي عام 178 تقريبا. كثير الرواية عن النواصب. النواصب لا يخلو منهم كتاب حديث، لكن البخاري أكثر منهم. البخاري يعني له أشياء واضح فيها الميل. فبخارى كان فيها في الماضي فيها ميل فطري هكذا إلى بني أمية، مثل ميل همدان إلى أهل البيت، ميل مدحج، ميل الأنصار إلى أهل البيت. كان هناك قبائل ومواطن ميلها إلى بني أمية. وعندما ننتبه نحن لهذا الأمر، لا تبقى العين فقط مفتوحة على الشيعة والمعتزلة، وإنما ننتبه أيضا للنواصب من الجهة الأخرى، لأنهم دخلوا داخل الدار حتى أخرجونا من الباب الآخر. فالبصرة كانت منحرفة عن الإمام علي، الشام في الفترة انحراف عجيب، أصبهان كانت منحرفة ثم تشيعت، بخارى كانت منحرفة، سجستان كانت، وهكذا. فأحيانا نجعل البخاري حكما، يعني وهو قد يكون في الطرف الآخر، قد يكون أقرب إلى خصوم أهل البيت من أن يكون منصفا. الأخ أبو المنتصر هو يعني بما أنه قد وجه لي يعني اتهامات، من حقي أن أقول أنه ناصبي. نعم، نعيدها جذعة، ناصبي ومن أتباع بني أمية ومن الذين ورثوا هذا النصب. وأصلا من شكله تعرف أن ما في قلبه خير، من الشكل فقط. الله لم يسوي صورته إلا لعلم بأن باطنه. كل من خالف المالك يصبح ناصبي. هذا مكان أصولية ولا لقاط؟ انظر هذا واحد يعني مسلم بالله تأمل إليه، والله ما قبح الله صورته إلا لقبح في قلبه. فأنا يا سيدي مواطن شريف أشرف منك وأشرف من أمثالك، إنما أنت رجل غبي أحمق مرفوع عنك القلم، ولذلك ما أظن الله سيحاسبك. استحي من كلامك هذا، استحي من هذا الكلام. أما يعني قوله عن المصاهرات بين بني أمية، المصاهرات نحن الآن تجاوزناها، مسألة المصاهرات وينقلها من يا ليته عالم الأنساب. النسب يا سيدي ليس إليك، أن تنقل من كتب يا ظهير وتأتي تنقلها لنا هنا وقال فلان وقال فلان. نحن نعرف يا سيدي أنك يجب أن تسكت إذا تحاور السعوديان، إذا نقد الواقع مع إصلاح الواقع التقيا، ما تأتي أن تفسد بيننا كما أفسدت على نفسك وأفسدت والله كآبة. يعني كثير من المشاهدين يرون بس شكله يكتئبون. طيب لحظة يا أخ حسن، لحظة بس اسمع. هو الكلام قاسي شوي، لكن لعل الله يصلح بينكما في الأسلوب. تفضل. هو يحسب أن لحظة حسن، نرجع لك. لحظة بس، اسمعني بالهداوة بالتي هي أحسن يا جماعة. لا أنزل على مصطفاه، ولكن انظروا العقلية. انظروا العقلية. يقول كل من خالف المالكي أصبح ناصبي. ليش هذه اللهجة المتعالية؟ شكله أحمق والرجل أحمق. هل لا عليك هذه اللغة الحوار؟ أحمق مشوه. الله ما شوهك إلا لحكمة. ما شوهني. أنت ترى أين الرضا كل عيب كليلته، وعين السقط تبدي المساوية. شكلي أحسن من شكلك. أنا الآن شكلي أحسن. اترك يأتي مرة اسمعني بلاش اللهجة المتعالية. إذا تكلم السعوديان اسكت أنت، استحي من هذا الخطاب. لم يرد على أسئلتي كلها، حتى المصاهرات تجاوزناها. المصاهرات دليل الصلح والوفاق بينهما، لكنك جاهل لا تفهم. لو فهمت هذا طبعا لو استنبطت هذا الموضوع لسكت. أكيد. طيب كده أنا يا سيدي شوف يا سيدي يا دكتور هاشمي، يا دكتور هاشمي، بالله عليك لو قيل لغيري
رجل أحمق ما أسكته. رجل يصب ويقول أنت أحمق وأنت هكذا لا دقيقة بس لا دكتور بلوشي. دكتور أنا أجيبك.